نشوف ازاي نحمل التحديث ده او ازاي نحمل نسخة الايفون. مبدئيا كده الرابط ده هيكون موجود قدامك في وصف الفيديو او في اول كومنت. ده الرابط الوحيد لتحميل النسخة. تحمل ازاي بقى؟ الرابط ده زي ما قلت هيكون موجود في اول كومنت او في وصف الفيديو. كل اللي عليك اللي انت هتضغط بس ضغطة واحدة على الرابط كده وتستنى لغاية ما يخلص تحميل ويفتح لك الصفحة اللي انت شايفها قدامك. هتسيبه ما تلعبش في اي حاجة لغاية ما يخلص ويبقى كده. هتطلع لفوق شوية كده هتلاقي عندك فيه عداد بيعد لغاية ما يوصل ل100%. بمجرد ما يوصل ل100% هيتفتح لك حاجة تانية تحت اللي هي كليك هير تو كونتينيو. بمجرد ما تتفتح هتلاقي لونها بقى غامق شوية وتقدر تدوس عليها زي ما حصل قدامك دلوقتي. هتدوس عليها كده هتلاقيه بينزلك تلقائي لتحت. هتطلع سنة بسيطة هتلاقي عندك البتاعة دي تروح جاي دايس عليها. هتجيب لك صفحة اعلان زي ما انت شايف. هتدوس على علامة الاكس اللي هي موجودة فوق على اليمين. هتدوس عليها هيروح جاي مطلعك من الاعلان وعيد لك نفس الصفحة تاني. وبرضو هتسيبه يخلص تحميل. سيبته يخلص تحميل لغاية ما يوصل مثلا لل100%. بعد ما يخلص ال100% هتعيد نفس الخطوة اللي انت كنت لسه عاملها من شوية. هو بعد ما تخلص هتطلع انت لفوق هتلاقي كلمة كليك هير تو كونتينيو. هتروح جاي دايس عليها وبعد ما تدوس عليها يروح جاي منزلك لتحت كده. هيقول لك جيت لينك بقى. هتدوس على جيت لينك هيوديك للرابط اللي بعده اللي هو الرابط بتاع صفحة الاعلان. والاعلان ده نطلع منه ازاي؟ هتطلع لفوق شوية هتلاقي عندك كلمة كلوز تحت على الشمال. هتدوس عليها هيقول لك بليز ويت. هتستنى شويه لغايه ما يخلص وبعد كده هتلاقيه راح جاي موجهك لصفحه برضو تحميل لغايه ما يوصل 100%. وهيفعل لك كلمه كليك هير تو كونتينيو اللي هو اضغط هنا عشان تكمل يعني. وبعد كده تروح جاي دايس على ديت جاب لك برضو اعلان. هتدوس على الاكس. هي الخطوات كده كده بتتكرر. الموضوع مش متعب ولا في اي حاجه. الخطوات بتتكرر. هتقول له كلوز وتستناه. هيجيب لك برضو صفحة التحميل بتاع 100%. وهتستنى لغاية ما يخلص 100% اللي هو بيقول لك عليهم دول. هتطلع لفوق هتلاقي عندك كلمة كليك هير تو كونتينيو اتفعلت. هتدوس عليها تاني هيقول لك جيت لينك. هيدخلك بقى للصفحة اللي هي النهائية خالص. وهيقول لك طبعا تستنى 10 ثواني. وطبعا قبل اي حاجة كلنا نصلي على النبي. بعد كده هتلاقي عندك كلمة متابعة. هتدوس على كلمة متابعة دي جالك اعلان. روح جاي خارج منه فتح لك الصفحة دي بقى. ودي اهم صفحة ولازم تركز فيها. طيب في الصفحة ديت بقى نعديها ازاي؟ مبدئيا كده انت لازم تاخدهم بالترتيب. تخش على ديت تخلصها وبعد كده تاخد التانية تخلصها وبعد كده تقول له انلوك لينك. هو هيفك لك البلوك اللي على اللينك بعد ما انت تخلص الاتنين دول بالتالي. اول واحدة هتدوس عليها اللي هي السبسكرايب. ديت مطلوب منك اللي انت مجرد ما تدوس عليها كده يروح جاي موجهك لقناة اليوتيوب بتاعي. هتعمل اشتراك. بعد ما تعمل اشتراك هتروح جاي قايل لك يقعد يحمل كده وبعد كده يجيب لك جنبها علامة صح. بعد ما يخلص هتروح جاي داخل على التانية اللي هي التليجرام. تدوس عليها هيقول لك خش واعمل اشتراك في قناة التليجرام بتاعتي اللي هي دي. تمام. بعد ما تخلص طبعا هتروح جاي طالع وداخل تاني عليها. جاب لك عليها جنبها علامه صح. بعدين هتقول له جيت لينك. هتلاقيها اتفتحت لك. تروح جاي دايس عليها. تمام. يروح جاي موجهك لصفحه التحميل بتاع النسخه. تروح جاي دايس تحميل اللي هي واتساب الايفون. تروح جاي قايل له تنزيل. هو جاب لي الواجهه ديت علشان انا كده كده محملها على جهازي اصلا. تقول له تنزيل وكده تبقى النسخه نزلت عليها. دي نسخه ايفون بس هي بديله لنسخه الام بي. وده لان نسخه الام بي بتطلب تحديثات كتيره على طول وفي ناس بتتضايق من موضوع زي ده. فالنسخه ديت ما بتطلبش تحديث غير مثلا كل شهرين 3 ولا حاجه. وكمان هي احسن من الام بي من حيث الشكل والبروفايل وحاجات كتير انتوا هتشوفوها دلوقتي. فهي افضل من الام بي في حاجات كتير. طيب لو جينا نفتح النسخه كده ونشوف شكلها من جوه. ده منظر الواجهه بتاعتها اصلا من بره نفس الستايل بتاع الايفون. وده في الوضع الفاتح. وكمان الخط زي ما انت شايف هو كده كده ايفون اصلا. تمام. اول حاجه كده ديت الواجهه زي ما احنا قلنا. عندك هنا لو انت عايز تعمل بي سي ولا حاجه اللي هو مسج تبعتها لناس كتير. تمام. من غير جروب طبعا. ده لو انت حابب ان انت تعمل جروب. تمام. طيب عندك بقى فوق حاجه اسمها ايديت. الايديت ديت انت مجرد ما بتدوس عليها بتفتح لك الواجهه اللي هي من تحت دي. عندك هنا نيو شات لو انت حابب ان انت تكلم حد او تعمل مكالمه مع حد. تمام. بعد كده الجزء اللي بعده خاص بالستوري. عندك بقى ديت السمات. لو انت جيت دوست عليها هيجيب لك اللي انت تقدر تفعل الدارك مود او اللايت مود اللي احنا كده كده اصلا مفعله. فاحنا مش محتاجين ان احنا نفعله. طيب نيجي بعد كده بقى لو دوسنا على علامه القلم اللي هي فوق على اليمين دي تفتح لك الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي. عندك الاس تي بي مود دي بتفتح لك الاعدادات الداخليه بتاعه النسخه. ودي احنا هنتكلم عنها برضو بس ما نخلص. عندك برضو ميزه في النسخه ديت ان هي فيها ميزه الاد اكونت ان انت تقدر تفتح كذا نسخه او قصدي كذا رقم على نفس النسخه. تمام. وهنا تقدر تعدل في المعلومات بتاعه البرايفسي. تقدر تحدد مين اللي يجيلك اشعار ان هو غير الصوره ان هو اي اشعار يعني عموما لاي شخص. تمام. وهنا لو انت حابب ان انت ترستر النسخه ولا حاجه اللي هو بحيث
بحيث ان لو لقيتها معلقه معاك تروح جاي مرسترها من هنا. عندك بقى الاعدادات ديت اللي هي اخر واحده خالص، ديت بتفتح لك الاعدادات بتاعه النسخه اللي هو الطبيعيه، الاعدادات اللي كلنا عارفينها، ودي برضو هنتكلم عنها في نقطه يعني ايه كلكم سالتوا عليها يعني. طيب لو جينا بقى نفتح الشات وكده، وبحيث ان احنا نشوف الدنيا بتقول ايه جوه في الشات وكده، هتلاقي ده منظر البابل بتاع الشات. لو انت جيت بتكلم حد، لو انت جيت مثلا دوست على المسج ضغطه واحده بتتفتح لك القائمه اللي انت شايفها قدامك. معاك بقى اول واحده اللي هي الايه الموديفاي شات، دي انت تقدر تعدل في المسج، مجرد ما بتدوس عليها بيجيب لك المسج قدامك. تمام، انت تقدر تحددها وتقدر تعدل فيها وتتحرك بالمؤشر زي ما انت عايز. هنا في مثلا 3 سين، احنا ممكن نخليها ايه سين واحده، وممكن نيجي هنا قدام ونحط دي، ونيجي مثلا هنا ونحط القلب ده ونقول له ايديت مسج، على طول هيروح جاي مرسل لك النسخه وحاطط لك المسج بالتعديل بتاعها. تمام، اللي انت عدله. وطبعا ما بيظهرش للشخص اللي قدامك ان المسج متعدل، لا هو بيظهر لك انت ان المسج متعدله. فالموضوع ده بيبقى مع الناس اللي شغاله بالنسخه دي. وعندك طبعا اعدادات كتيره جدا في لما بتدوس على المسج، ممكن تعمل ترجمه ولا لو كلام انجليزي ولا حاجه، واللي انت تاخدها طبعا الرسائل اللي هي المميزه بنجمه والحاجات دي كلها. وبرضه بقيه الحاجات انت تاخدها كوبي والحاجات دي كلها، والدبل رياكشن والحاجات دي كلها احنا عارفينها يعني. طيب لو جينا مثلا نجرب الايموجي ولا حاجه ونفتح الايموجي من هنا، هتيجي تبص هتلاقي عندك كل الايموجي موجود ايفون. تمام، كل حاجه متفعله ايفون. وعندك برضو زرار الترجمه لو انت حابب يعني تترجم حاجه من لغه للغه. عندك برضو علامه الزائد اللي في الجنب دي انت ممكن تعمل فو، ممكن تبعت اي ملف، وممكن الكاميرا من هنا والجاليري والحاجات دي كلها. طبعا كل الحاجات ديت موجوده في اي نسخه. طيب نبدا بقى نخش على الحاجه اللي بعد كده. لو جينا ندوس مثلا على كلمه السيتنج اللي هي تحت خالص على اليمين دي ونفتحها، هتتفتح لك الواجهه اللي انت شايفه قدامك دي. احنا هنمسك الواجهه دي حاجه حاجه بحيث ان انت تبقى فاهم النسخه دي بتشتغل ازاي ونظامها مش ازاي. اول حاجه تيجي مثلا على كلمه البرايفسي اللي موجوده ديت، هتدوس عليها هتتفتح لك القائمه ديت. طبعا القائمه دي انتوا كلكم عارفينها، اخفاء الظهور ومش عارف ايه وكله كلام فاضي ومش محتاج ان انا اقول. بس الجديد بقى في النسخه ديت موضوع الفيروس، ان انت مثلا لو في ناس بتبعت لك فيروسات وكده، انت ممكن تحمي نفسك من الموضوع ده، بحيث ان لو حد جه يبعت لك فيروس النسخه بتاعتك ما تاثرش بيه وانت ما تهنكش منه. بمعنى ان انت لما تيجي تدوس عليها وهتفعل كل الحاجات اللي قدامك دي، كل ده بيحميك من الفيروس. عندك بقى فيروسات كتير، عندك مثلا فيروس الصور، عندك فيروس الموقع، وفيروس الملف، وكونكت فيروس الكونكتات بتاع جهة الاتصال. طبعا كلنا عارفين، والناس القديمه في المجال هي اللي هتبقى عارفه الحوارات دي. وبقيه الفيروسات طبعا بمجرد ما تفعل اي واحده من دول انت كده بتحمي نفسك من نوع الفيروس ده. يعني لو انا جيت فعلت دي كده، اي حد هيجي يبعت لي اي فيروس صور انا مش هنج منه. فنفكنا بقى من الموضوع ده، لان الموضوع ده ممكن ما يكونش مهم لناس كتير، بس برضه في ناس كتيره بتحتاج الحكايه. طيب نيجي نشوف بقى الحوار اللي بعد كده. عندك السيمات. مبدئيا كده السيم اللي انت شايفه في بره النسخه اصلا اللي هو الواجهه بتاعه الايفون ده السيم. علشان تشغله انا هبقى سايب لك السيم الفاتح والغامق، بيبقوا بنفس شكل الايفون بالظبط، وده انت هتشوفه في الصوره المصغره، وكمان هتشوفه لما تيجي تنزل السيم وتجرب النسخة هتلاقي كل حاجة. لو جيت دوست على داونلود هيوجهك للصفحة الرسمية اللي فيها السيمات. ممكن تنزل السيمين دول من الصفحة الرسمية، او ممكن انت تعمل لود ان انت تحمل السيم ده من عندك من الجهاز. عشان تعرف تحمل السيم ده من الجهاز لازم انت تكون منزله الاول، سواء بقى من هنا او تنزله من اللينكات اللي انا هبقى سايبها لك في وصف الفيديو. هنا لو انت حابب ان انت ترجع السمات الاصليه اللي زي ما كانت، او ان انت مثلا تحفظ السيم اللي موجود عندك ده انت حبيته، فانت ممكن تحفظه من هنا عادي جدا. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى عندك الالوان بتاعه النسخه. لو جيت دوست هنا كده هتلاقي ان انت تقدر تلعب في الالوان بتاعه النسخه كلها زي ما انت عايز. هو كده كده السيم بيبقى ايفون، لو انت حابب ان انت تعدل حاجه قشطه يعني، ده بذوقك انت. الستايل بقى وده اهم حاجه، لو جيت فتحت الستايل هيجيلك الواجهه قدامك كده. بتفعل طبعا الايموجي بتاع الايفون، انت بيجيلك اول حاجة بيكون متفعل على الواتس العادي اللي هو الايموجي العادي، لازم ان انت تفعل دي بتاع الايموجي بتاع الايفون. تمام. طيب في حاجة بقى مهمة احنا برضو لازم نكون عارفينها، ايه هي؟ عندك عشان تقدر تفعل خط في النسخة لازم تيجي على اول حاجة اللي هو ايه، تيجي على الفونت ستايل. تمام، تدوس عليها كده هيتفتح لك قائمة خطوط كتير. تمام، وفيها برضو يعني فيها خط ايفون، ده خط ايفون وده موجود اصلا في كل النسخ. فانت هتسيبك من كل ده لان مفيش ولا واحد فيكم هيستخدم اي خط من الخطوط دي. انت تيجي تختار دي اللي هي كاستم لود فونت، اللي هي تاني واحدة خالص ديت لازم تختارها لازم. هتروح جاي دايس عليها كده، لو انت دوست عليها هتروح جاي دايس بقى على اخر واحدة خالص دي. انا هبقى سايب لك ملف في وصف الفيديو او في اول كومنت في الخطوط بتاعة الايفون اللي انا هوريها لك دلوقتي. انت بتدوس على البتاع دي كده، على اللي هو اخر واحدة خالص اللي هي دي، وبتبدأ بقى اللي انت تطلع لفوق خالص وتجيب الخطوط اللي هي الخطوط الايفون دي، بتدوس عليها هتفتح لك خطوط كتيرة بقى، انت اختار اللي انت عايزه.
في الفارسي اللي هو في ناس برضو بتحبه، وفي خط ايفون عريض، وفي خط ايفون مش عارف ايه، في خطوط كتير. انا كده كده مش حابب ان انا اغير حاجة، وحابب الخط بتاع النسخة يفضل زي ما هو، الخط اللي انا مختاره يعني. طيب لو جينا بقى نشوف الحاجة اللي بعد كده، في بقى الهوم سكرين والكونفرزيشن سكرين والحاجات دي كلها. لو جينا مثلا نشوف الهوم سكرين، عندك الهيدر، انت تقدر تعدل في كل الحاجات دي وتظهر اسمك او تخفيه. ايقونة الكاميرا تقدر تظهرها او تخفيها. حاجات كتيرة طبعا انت تقدر تعدل فيها وتلعب في كل الحاجات ديت زي ما انت عايز. وطبعا انا مش حابب ان انا اتكلم في الحاجات دي، لان هي كده كده حاجات يعني متعارف عليها واحنا كلنا عارفينها، وكده كده اصلا موجودة في اي نسخة. فانت ما اعتقدش ان هي في اي حاجة جديدة في الحاجات دي احنا ممكن يعني ان احنا نتكلم عنها. بس هو كده كده كل الحاجة بتتعرض قدامكم دلوقتي. ولو انت حابب ان انت مثلا تلغي حاجة تفعل حاجة قشطة، ده بشوقك انت. فانت هتقدر تعدل في اللي انت عايزه، وحابب تسيبها زي ما هي قشطة برضو، ما فيش اي مشاكل. وبس كده. تمام. طيب نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، مشكلة اللغة. انت بتيجي مثلا تفتح الاعدادات، بتظهر لك الواجهة اللي انت شايفها قدامك دي، تطلع لفوق كده وبتجيب الاعدادات اللي هي تحت خالص، وبتجيب اول واحدة اللي هي الاب لانجوج، بتدوس عليها تختار الانجليش. تمام. دي حاجة. وبعد كده بتقول له حسنا، تطلع بقى بره خالص، وتروح جاي بقى دايس على علامة القلم من هنا وطالع لفوق شوية، تجيب الاعدادات، تجيب لك الاعدادات دي، تروح جاي على الاب لانجوج برضو من هنا، وتدوس عليها وتخليها انجليش. هي لو قدامك عربي كده لا سيبك منها، خليها انجليش عادي. هتروح تلاقي النسخة كلها اتقلبت قدامك انجليش زي ما انت شايف.